لو بتسلق مكرونة في حلة ألمونيوم ومش عاوزها تصد من الحرارة، يبقى حط على المية معلقتين خل. نواية البلحة لو حطيتها على أي أكل وهو بيستوي هتسرع عملية الطبخ. أما تشتري مخلل فرط، بعد ما توزنه بقى خلي الراجل يحط لك في كيس شوية مية مخلل علشان يفضل سليم ومقرمش أطول فترة. ولو مفيش مية مخلل، لما تروح يبقى حط عليه شوية مية ومعلقتين خل. الخيار والجزر لو عاوز تحافظ عليهم، حطهم في علبة وغمرهم بالمية واقفل العلبة وسيبها في التلاجة، وهيفضلوا معاك أطول وقت ممكن. وطبعا كل حاجة لوحدها. والطماطم علشان تفضل سليمة في تلاجتك أطول وقت ممكن، يبقى اشتريها بعنقودها اللي هو الأخضر ده، وما تشيلهوش غير وقت ما تيجي تستخدم الطماطم. وعشان عصير الجوافة ما يسودش بعد ما يتعمل، بيعصري عليه عصرة ليمونة هتخليه محافظ على لونه وهتعزز طعمه جدا. الطماطم المعصورة علشان تفضل سليمة في التلاجة كذا يوم، بيحط عليها معلقة سكر، زائد انها وقت الطبخ هتحلي الاكل جدا وهتمنع الحموضة. وعشان الكيكة ما تعملهاش معاكي وتهبط منك، يبقى انخلي الدقيق قبل ما تستخدميه مرة واتنين، هيكون خفيف وهيخلي الكيكة هشة وقوامها معقول. وكيس المكرونة لو مش عاوزه يفرط منك في كل حتة وانت جاي تسلقه، بدل ما تفتحه بسنانك ولا بايديك، ابقى افتحه بمقص. واللحمة المفرومة لما تيجي تفرزرها، بططها الاول وحطها مفرودة في كيس، وخلي سمكها رفيع جدا علشان لما تيجي تطلعها من الفريزر ما تغلبكش وتفك في ثواني. اما بقى البقدونس والشبت والكزبره والفلفل الاخضر والحامي والالوان، لفهم في فوطه مطبخ او مناديل وحطهم في كيس، وفضل الكيس من الهواء كويس جدا، وسيبهم في التلاجة ومش هيجرى لهم حاجه مده طويله. وطبعا زي ما اتفقنا كل حاجه لوحدها. وبرضه لو عاوز تحافظ على النعناع الأخضر من أسبوعين لشهر في التلاجة من غير ما يجراله حاجة، اغسله كويس جدا ونشفه، وبعد كده لفه في مناديل أو فوطة مطبخ وحطه في كيس، وفضل الكيس من الهواء وسيبه في التلاجة. برطمان الصلصة بعد ما تفتحه حطه في التلاجة مقلوب ومش هيعفن. وأي بهارات حصى عندك قبل ما تطحنيها، حطيها في طاسة الأول وحمصيها لمدة دقيقة، وبعد كده طحنيها. هتفرق جدا جدا في طعم الأكل وهتوديه في حتة تانية. لو بتعمل شاي بالنعناع، حط النعناع بعد ما تقلب السكر في الشاي، لأنك لو حطيته قبل التقليب هيمرره. والكفتة المشوية بتتبل بتفل البصل، يعني لما تيجي تحط البصل على الكفتة بصفي ميته منه الأول علشان الكفتة تفضل محافظة على قوامها وما تفكش منك. ولو عاملة سمك وريحة الزفارة أو الطبيخ مالية الشقة وعايزة تقضي عليها، بسيطة، هاتي طبق مليان بالمية وحطي فيه حتة برتقانة بقشرها. مفيش برتقان، حطي ليمون مش مشكلة، وتلات أربع مسامير قرنفل وعود قرفة، وسيبيهم يغلوا على النار مع بعض لمدة نص ساعة ولا ساعة، وريحة الشقة هتبقى عاملة زي ريحة الفنادق. والتوم بيتقشر ويتحط في علبة فيها مية ويتقفل عليه في التلاجة، هيعيش مدة معقولة وكمان هيختصر وقت. ومعلقة الخل على البيض وهو بيتسلق هتخليه سليم ومش هيشقق حتى ولو طول على النار. ويا ريت تجربي الطبخ في طاسات الحديد الزهر، عمرها طويل وهتفرق جدا في نفس الأكل. واي اكل قبل ما تحطه في الفريزر يبقى فضي الكيس من الهواء كويس جدا، وساعتها مدة صلاحيته هتبقى اطول بكتير. ونصيحة باكتب على كل حاجة اسمها والتاريخ اللي حطيتها فيه علشان ما تحترش. ممكن المعلومات دي تكون بسيطة في نظرك، وانا الحقيقة اترددت جدا قبل لما اقولها، بس قلت اقولها وما يهمكش مادام هتفيد غيرك وتنفعه. وما تكتمش نصيحة، الغلا كاوي الناس، واليوم اللي هتفضل لقمة عيش سليمة عند غيرك بسبب معلومة عرفتها له هتبقى في ميزان حسناتك، ولما ياكلها وتقويه على طاعة ربنا هتبقى في الثواب عندك. فرغ عقلك للناس وادي المعلومة للي محتاجها، نوره بفكرتك، وربنا سبحانه وتعالى اللي أعطاك العلم قادر يغذيك بغيره كل ما تصدره للناس. واكتب أي معلومة تعرفها، شيرها، انفع بيها غيرك. العلم عامل زي بكرة الخيط، خليها تكر وما تقفش عندك. وياما كتير سرهم في بطنهم وما بيحبوش أي معلومة تخرج وتتسرسب منهم لحد تاني، بس انت ابن أصول وما تعملهاش. وعلى رأي الشاعر ما قال: كل الحروف فيها اعوجاج إلا الألف، خليك ألف تبقى الوحيد المختلف. سلام عليكم.